اعاره احمد سيد زيزو خارج النادي الاهلي. مصدر من النادي الاهلي بيأكد او بيتكلم هل فعلا زيزو خارج للاعاره ولا لا، وهل الاخبار الموجوده دي منتشره اليومين اللي فاتوا دول فعلا حقيقيه ولا لا، خصوصا ان وصل او الناس بتتكلم عن عرضين من بشكتاش التركي وفنربخشة التركي. لكن مصدر مسؤول من النادي الاهلي اكد لموقع السوبر الرياضي ان بالفعل كان النادي الاهلي كلف وكيل لاعبين بانه يجيب عروض اعاره لاحمد سيد زيزو خارج مصر، خصوصا ان اللاعب قادم من الغريم التقليدي لنادي الزمالك، وده عشان نبعده ولرفع الضغوط الجماهيريه عليه والضغوط المحليه عليه الفتره القادمه. لكن بعد تالق اللاعب في كاس العالم للانديه تحديدا تغير الموقف خاصه من النادي الاهلي ومن بعض الانديه، وبالتالي كمان ان الانديه التركيه ما ارسلتش اي عروض سواء رسميه او شفويه، وبالتالي النادي الاهلي متمسك باستمرار اللاعب، خاصه انه داخل على بطوله السوبر المحلي وبطوله الدوري وبطوله دوري ابطال افريقيا اللي كان فقدها الاهلي الموسم اللي فات وحابب يعوضها الموسم القادم.